اخيرا لقيت حاجه تانية غير الملل اللي انا كنت بقعد اقوله وثائق ويكي جمهوريه تيتي براميتي. بس المشكله برضو اللي انا برضو معايا وثائق ويكي، بس المره دي حاجه تانية. المره دي ان ويكي بيحكي قصه. ايه هي القصه؟ بيحكي حاجه عن يوميات مواطن مطحون في جمهوريه برضو تيتي براميتي. طب المواطن المطحون اللي بيتكلم عليه ويكي دوت اكيد طبعا هيبقى من طبقه، يا اما الطبقه الفقيره يا اما الطبقه المتوسطه. هو بيتكلم يعني تحديدا عن الطبقه الفقيره اللي يعني بيتمرجح بين الطبقه الفقيره والطبقه المتوسطه. بيتكلم بيقول لي ويكي ذكر كذا حاجه، طبعا انا الكلام ده مش هينفع اقوله فاحنا هنقسمه على كذا حاجه. هو بيتكلم ويكي وبيقول المواطن دوت ايه علاقه المواطن ده؟ المواطن ده اول ما بيتولد بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه كذا حاجه خالص. انا بضحك لسبب، لان انا لما قريت اصلا كل الحاجات ديت يعني هو هم يضحك يعني زي ما بيقولوا كده ايه، هم يضحك وهم يبكي. فبالظبط الكلام اللي بيقوله ويكي هو بالظبط كده. الموضوع ده بيتكلم عليه اول ما بيتولد. اول ما بيتولد حاجه من الاثنين، بيكون طفل. الطفل دوت بيبقى نفسه في كذا حاجه، بيبقى نفسه في لعب ونفسه يخرج ونفسه يلعب ونفسه. طب ابوه هيعرف يحقق له كل ده؟ وامه ما اعتقدش. فبيبدا الطفل دوت يطلع كبته في ايه؟ يطلع كبته ان هو يقعد يلطش في امه، يقعد الزن الكتير، يوم ما يخرجوا خروجه اللي هي خروجه العيد زي ما بيقولوا كل سنه مره، يقعد يطلع عين اهلهم، يعمل حاجات غريبه. هناخد احنا المراحل بقى، المراحل العمريه. اول ما بيتولد الطفل ده في جمهوريه تيتي براميتي، ممكن الكلام ده ما يتطبقش في اي دوله ثانيه، هو بيتطبق في جمهوريه تيتي براميتي بس. الطفل اول ما بيتولد ايه اللي بيحصل؟ بينزل وديع. طبعا بيفضل اول 3 شهور صراخ طول الليل. طبعا الام ما بتنامش، الاب طبعا احنا بنتكلم عن طبعا مواطن مطحون، يعني هي اوضه واحده بس قاعدين فيها، لا ده ممكن تبقى الشقه كلها اوضه. قاعد بيصرخ على طول. الاب طبعا دماغه ورمه، كل اللي بيعمله يقوم يشتم في الام طبعا دماغها برضه ورمه، بس هتعمل ايه؟ الولد يقعد 3 شهور على الموال دوت. طبعا الراجل احنا هنتكلم عن مرحله الشغل والمرحله دي بعدين. يفضل اول 3 شهور كده ما بيتحركش. يبدا بعد 3 شهور التانيين عايز يتحرك، عايز بتاع، فبيبدا مثلا من اول بعد 6 شهور يبدا يزحف. طبعا مجرد زحف طبعا البيت طبعا بيبقى فيه حاجات بقى لها 100 سنه عايشه، جايبينها منصمينها وارثينها من الاجداد وبتاع، طبعا عشان ايه؟ ده طبعا مواطن مطحون. طبعا اول حاجه يعمل يزحف، يشد الحاجه يوقعها يكسرها، يعمل ينيل الدنيا. ده مرحله الخراب. ندخل في المرحله الثالثه بقى، اول كده ما يبدا ايه؟ يمشي على رجل كده ربنا يكرمه، ما بيصدقش يعني ان هو بيمشي، يبدا بقى يجري بقى، طبعا برضه ايه؟ بيدمر على بقيه الحاجه. ده جزء الدمر. طب احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على اهم عمر اللي هو من اول كده سنه ونص كده او سنتين تحديدا، لحد كده ما ربنا يكرمه كده بقى عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين لحد 5 سنين. ده يعني السن دوت لما بيبقى مواطن مطحون في جمهوريه تيتي براميتي كده وبيحب يخرج كده وبيحب يتفسح كده مع مراته. طبعا ده لو هو عرف يشوف مراته اصلا، من طبعا من زن الولد وي الى اخره، تلاقيه كالاتي. الولد اول خروجه يبقى وديع جدا وماشي ومفيش مشكله والدنيا كلها بيس معاه. اول بس ما يوصل كده ويحس كده ان ابوه كده وامه اتمتعوا بالخروجه، يبدا يعمل ايه؟ يزمزم ويبدا يلطش امه في السكه ويمسك امه ويقعد يشدها من البتاع. تحس ان هو بيمثل فيلم كارنك بالظبط. يبدا يعمل وبتاع. طبعا ابوه طبعا يتجنن، طبعا ابوه دفع فلوس الخروجه، ده هي خروجه الام. ايه اللي هيعمل بس؟ ايه المقابل اللي ممكن يعمله ابوه؟ ابوه يتجنن عليه في السكه. طبعا ابوه مش هيعرف ياخد معاه حق ولا باطل عشان ده عيل، ولو عمل عقله بالعيال اللي يلعب مع العيال طبعا هياخد عقاب في الاخر. يعمل ايه؟ يقلب على امه. الاثنين تتقلب الخروجه، بدل ما هي خروجه تتقلب خناقه، فيصبح ان المواطن المطحون دوت اللي هو الموظف اللي هو الخروجه اللي بيستناها من السنه مره، يصبح ان هو يقابلها هنا ان ابنه الظريف اللي هو ابنه اللي هو هياخد مكانه في يوم من الايام ويبقى مطحون يعمل معاه نفس القرار وهكذا. عشان كده المواطن المطحون ده يفضل يقعد 5 سنين ولا يخرج ولا يعمل ولا يعرف ينام، وليلي نهاري ونهاري ليلي، ويبدا الوضع متلخبط. طب هو الطفل دوت بسبب الكبت اللي فيه دوت، هل بقيه الدول المجاوره لجمهوريه تيتي براميتي فيها نفس المشكله دي؟ هنقول لك لا، هي جمهوريه تيتي براميتي هي اللي بتتمتع بهذه الظاهره فقط،
لا غير. وهنتكلم طبعا بعد كده في حاجات تانية بخصوص الطفل دوت وايه اللي بيحصل له ومراحل النمو. عشان كده احنا الرساله اللي هي في اخر الكلمه الاولى في اخر الحلقه ايه؟ طفل تيتي براميتي لو انت ربنا رزقك بيه كده وعشت في جمهوريه تيتي براميتي وربنا رزقك بطفل في جمهوريه تيتي براميتي، مش هتقدر تغمض عينيك ومش هتقدر تشوف راحه البال، وهيطلع عين اهلك ومش هتعرف تنام ومش هتعرف تخرج وتتفسح، ومراتك اللي انت كنت شايفها عروسه اول يوم اتجوزت فيه انسى انسى